مكرونه بشاميل وكفته كل يوم، اخرتكم صينيه البطاطس. انا باكل في الصينيه ان كان عاجبك. ده محشيه لحمه مفرومه دي ولا كراتين بيض؟ منه اللي عمل كراتين البيض. محشيه ايه بامانه؟ ما انت اللي عليك تقول محشيه ايه بالامانه. غشيتي ولادي، مش هتعرفي تغشيني. بقول لك ايه، البيت كله قال تحفه تحفه. والله. وامي الحاجه ما شاء الله ما شاء الله. المفروض انها لحمه. تسلم ايدك. انا ما قلتش لحمه ولا قلت هي ايه، بس بتعضعض. بتعضعض ايه يا عم وانا حاطه لك فيها. هنبتدي نسلق المكرونه، وخلي بقيه حوار الشيف اوعوا يفوتكم، والله العظيم هتفطسوا ضحك في الاخر الفيديو. سلقنا المكرونه، نعمل الحشوه بقى اللي جننت بيها كل اللي في البيت وكل اللي داق المكرونه. بصلتين كبار ضرباهم في الكيتشن، ويا ريت تشتغلي بالبصل الابيض، عليهم معلقتين سمنه في طاسه على النار، وهشتغل فيهم واشتغل مع البشاميل في نفس الوقت. فنجان دقيق او المقدار بتاع البشاميل، كل كوبايه لبن ليها معلقه دقيق. انا اشتغلت بكيلو الا ربع لبن، عليه 3 معالق 4 معالق دقيق. تمام. ادي معلقتين السمنه الكبار في الحله، ونزلت بالخليط اهو، عليه ملح وعليه حاجته وكل حاجه. والطريقه دي طلعت اسهل كتير جدا جدا من البشاميل اللي بيكلكع معانا. فقلبناه على البارد كله، وبعدين نزلنا بيه على السخن مع التقليب شويه لحد ما القوام يتقل، وخلصت قصته. البصلايه هنشوح فيها لحد ما تديني لون ذهبي. تمام. هوريكم بس البشاميل كده، لقطه للبشاميل لما تقل وبقى قوامه تقيل، شايفين اهو. البشاميل تفضلي تقلبي فيه كده لحد ما يستوي ويغلي ويتقل على النار، عشان طعم الدقيق يروح ويبقى طعمه كريمي. ادي القصة بتاعتنا. فانا شغالة في الاتنين مع بعض، سلقت المكرونة وصفتها، وادي البشاميل وادي الحشوة بتاعتنا. البشاميل بنفضل نقلب كده شوية شوية لحد ما يديني الكريمة بتاعته. يعني ما تقلقيش بقى، ما فيش كلكعة ولا كتل ولا القصة دي ولا في اي تعب خالص، اهو سهلة. نيجي بقى نكمل الحشوة بتاعتنا. ادي البصلاية عليها الفلفل، حطي زي ما انت عايزة واي نوع عندك. انا ولادي مش غاويين الفلفل قوي، فحطيت قرن رومي بلدي. بتحبي فلفل الوان حطي، بتحبي فلفل بلدي فلفل احمر، الفلفل اللي بيعجبك حطيه. وممكن تحطي قرن حامي كمان. الفلفل ده مضروب بالهاند بلندر، اللي هو الحله الصغنونه دي بتاعه الهاند بلندر. والطماطم متقشره ومضروبه رخره زيها، او في الكيتشن او على المبشور. يعني الدنيا سهله اهو. البهارات بتاعتنا ربع معلقه حبهان، معلقه كبيره ملح، نص معلقه فلفل اسود، ومعلقه بهارات لحمه. ما مش هيبقى لا لحمه ولا طعم اللحمه ولا ريحه اللحمه، بهارات اللحمه هتديني الطعم ده. شايفه التسبيكه عملت ازاي؟ كانك معصجه لحمه مفرومه بالظبط. جبت الصينيه بتاعتي ودهنتها سمنه عشان المكرونه ما تتحرقش. وكمان طبقة من البشاميل كده بسيطة في أرضية الصينية، مش كتيرة، بسيطة تحميلي المكرونة من إنها تنشف. ادي نص المكرونة بتاعتي اهو. انا سلقة كيس واحد بس، الملكة على قد الصاج بتاعي ده. رصيت نصه كده في الأرضية وسويتها، وهنزل عليهم بمعلقتين بشاميل كمان عشان يعمل لي عملية التماسك بين وحدات المكرونة، ما تتفرفطش مني وانا بقطعها خرط. بدأت اغطي بالحشوة. واللي عايز ياكل المكرونة الخرطة بخرطتها يسيبها لما تبرد، اللي عايز ياكلها جوسي وكريمية يقطعها وهي سخنة. اهو بسيطة يا جدعان. الحشوة ريحتها فظيعة وطعمها فظيع جدا، وحاجة مش هتحرمنا ان احنا نعمل احلى صينية مكرونة بشاميل في رمضان، في عزومة، في اي حاجة، بدون ما نضيف لحمة. طب حنونة عايزة اضيف لحمة، ممكن تضيفي 100 جرام لحمة بس، وتبقى كده انتي قمتي بالواجب معاهم وزيادة. ما معناش يبقى هنعملها من غير لحمة، عادي جدا يا جماعة. وانا بجرب لكم الوصفات عشان اقول لكم طعمها ايه. غطيت بنص طبقة المكرونة التانية، وهبدأ انزل بالبشاميل بتاعي. في تركاية حلوة قوي كده بعملها، بس لما هننزل بالبشاميل، اي مكرونايه حرفها طالع حرفها عالي هضغط عليها بحرف معلقه كده، اغطيها اغطسها في الكريمه. هساوي كده الكريمه باسباتولا،
واي مكرونايه هضغطها تحت ما يبقاش فيه اي حرف طالع عشان ما تنشفش. الخطوه التانية الحلوه اللي انا بعملها ان انا بنقط نقطتين 3 كده سمنه على الصينيه وارش رشه بقسماط ناعم من بتاع البانيه. بينسي بصي بتخش الفرن بتلعلط لونها كله بيحمر درجه واحده كده بتبقى زي الفل. يلا نطلعها من الفرن. شوفوا الصينيه الحلوه دي وندوقها سوا مع بعض. يلا بينا. هقطعها وهي سخنة عشان انا بحب اخدها جوسي وكريمية جدا جدا، ولما يجي الشيف نبقى ناخد رأيه فيها تكون بردت شوية. الحشوة ايه بتبظ بس محدش يقول الحشوة ايه، عايزة شوكة. طبعا كل الخطوات اللي عملناها واحنا بنرص الصينية بتساعدنا جدا ان الخرط تكون متماسكة مع بعضها. نبتدي ندوق بقى يا باشا. انا والله العظيم مش عايزه اقول لك حاجه، عادي جدا يعني. انا حبيتها كده وحاسه ان هي حاجه حلوه جدا، عايزاكي تجربيها وتقولي لي رايك ايه. وهي افكار بره الصندوق على فكره. والله حماتي ربنا يشفيها ويعافيها يا رب قالت لي زمان قوي ايام ما كان لسه بيقولوا القرش حشر، كانت بتعملها كده، بس انا معرفش الطريقه وما سالتش لان ما كنتش ناويه اعملها. بس انا لما شفت مطبخ ايطاليانو عاملها مطبخينو عشان هي بس لما شفت مطبخينو عاملاها عجبتني شكلها شهاني، قلت والله لا اجربها. جربتها حلوه، مستحقيه التجربه ومستحقيه قناه مطبخينو ان انتوا تشوفوها بجد. فكره البشاميل بالطريقه دي روعه وفكره الحشوه روعه. يلا مستنياكم في التعليقات تقولوا لي ايه الاخبار، جربتوها، هتجربوها، مش هتجربوها، معاكم فلوس تجيبوا لحمه اعملوا حسابي معاكم ابعتوا لي نص كيلو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هي ايه بس بتعضعض ايه يا عم وانا حاطه لك فيها زنابيق شكلها لحمه صاحيه بالامانه ورحمه امك. ده ايه محشيه؟ حلفني بالله وانا اقول لك ايه ده. بص يا حنا، الايمان الطاغي اللي بيبقى فيكوا ده معايا انا بصور مش عايزه. الله يكرمك. الله يكرمك انت. ورحمه امك وابوكي حاطه فيها ايه؟ مش قايله. وحياه ربنا اللي اعز حبيب. ايوه ايوه بموت فيكوا وانتوا كده. ايه بقى؟ دي حشوه جديده شفتها على قناه وحبيت اجربها ادوقها الاقيها حلوه ولا لا، فانا بسالك هي حلوه ولا لا. حلوه ده لو حد عملها يعني لاهل بيته، ما حدش دلوقتي بيعرف اهل بيته ولا حاجه. يعني ام لاولادها زوجه زي كده. الام بتموت ولادها من الغلا. ايه تاني؟ من الغلا. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه. يا حبيبي في حاجات كتير نقدر نتصرف فيها. انا عايز كده. ها كملي. موت لك عيالك. خلاص يا محمود الصينيه دي حلوه بس كده خلصت. هو ده يعني انت عامله لنا جوه حشوه وعامله لنا بره كفته؟ لا ال 100 جرام لحمه عملتهم كفته بدل ما احطهم في الصينيه. 100 جرام لحمه عاملين 30 صباع ازاي بقى؟ 100 صباع؟ لا ما دي بص بقى، سيب المكرونه الكريان الاول على جنب وحل المشكله الثانيه دي المفروض كفته وبلحمه صافي. 100 جرام لحمه عليهم ايه؟ يا عم كل بس وانبسط، كل وهيص. ايه اللي بعضت في بوقي ده وصاحي؟ بالامانه وحياه امك. بس عشان هتبوظ لي الفيديو بس كفايه. حاجات بتنونة في بوقي. كفايه كده. القطط لا القطط لسه عايشين. كفايه كده الله يسعدك. الفار اللي كان في البلكونه. خلاص يا عم ابوس ايدك هتبوظ لي الفيديو كفايه. طب ده ايه؟ طب ما علينا من الكفته هنقولها هي لحمه وخلاص وتعدي في الزمن اللي احنا فيه ده هناكلها. انت عارف كيلو اللحمه الحاج علي بقى يبيعه بكام؟ ده الحاج علي ب 260 جنيه. ده الحاج علي. لا ما هي دي من عندهم. وفي لحمه ارخص من كده وفي اغلى من كده. تمام. الحشوه اللي هنا ايه بقى دي كده؟ تعالي كده، تعالي يا اموره كده. انت شايفها ايه؟ بصل مع فلفل وبعدين في بقايا لحمه. لا مفيش لحمه خالص.
طب ايه؟ ما زي ما انت قلت كده، بصل مع فلفل مع طماطم مع شويه تحابيش، والدنيا مشيت. مفيش يلا قول للجمهور. من غير لحمه خالص خالص والله؟ خالص. هتعمل فينا ايه يا ياسر يا جلال اكتر من كده؟ كنا بناكل المكرونه لا لحمه اكتر من لا، المكرونة. انا عايزه القناه شغاله. ابوس ايدك، هتقفلها لي هتقفلها لي. 30 صباع ب 100 جرام لحمه يا ياسر يا جلال. يلا سلام.